هنا القاهرة. يا صباح الخير ياللي معانا ياللي معانا الكروان غدا وصحانا. يا صباح الفل، صباح الجميل. ازيكم؟ وحشتوني كتير كتير. لاول مره تشوفوا القناه ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس. النهارده هنعمل بسيسه بدقيق الذره والدقيق العادي. تمام. فاول حاجه هنبدا بالمقادير بتاعتنا. هنجيب الخلاط عشان الناس اللي ما عندهاش مضرب ممكن تعملها بالمضرب، بس بالخلاط كمان سهله خالص. فالمقادير 3 بيضات هحط عليهم سنه فانيليا، ده اساسي مع البيض، ومعلقه خل. خلاص. معلقه الخل بتتفاعل مع البيكنج باودر وكده، فبتخلي الهشاشه بتاعتها حلوه. يعني اي كيكه اعتمدي فيها سنه الخل دي جميله جدا. خلاص. فهحط كوبايه سكر، او يعني كوبايه دي هتبقى مظبوطه. عايزه تزودي شويه ممكن تحطي كوبايه ومعلقتين، وكوبايه لبن لو انت عايزه يعني السكر ده عشان سكرها مظبوط. تحطي كوبايه لبن وتحطي كوبايه الا ربع زيت، وتضربيهم كويس جدا في الخلاط الاول، وبعد كده تروحي حاطه عليهم ربع كوبايه سمنه. تمام. سمنه بلدي بقى، سمنه عاديه اللي انت بتستخدميها في البيت او كده. فالماده الدهنيه بتاعتنا كوبايه هنحط، ممكن تنصصيها نص سمنه ونص زيت، ممكن تعمليها كلها سمنه. بس ما تبقاش كلها زيت، هتبقى ناشفه شويه. لكن حطي على يعني حطي سمنه ربع مثلا وثلاث ارباع زيت زي انا ما عملت. خلاص. هنا ضربتهم في الخلاط لحد السكر ما داب خالص خالص. وبعد كده هحط عليها كوبايه وربع دقيق ذره، وكوبايه وربع دقيق ابيض، اللي هو الدقيق بتاعنا العادي. خلاص. ليه؟ لان الدقيق الذره لازم يبقى بالتساوي مع الدقيق العادي. لو زودتي دقيق الذره هتشرقك ومش هتبقى حلوه، لان دقيق الذره بيشرق، بيبقى خشن شويه عن الدقيق العادي. تمام. فهنا حطيت كوبايه وربع دقيق عادي، واحط معلقتين نشا، معلقتين صغيرين، وباكو بيكنج باودر. تمام. فدي كل المقادير بتاعتنا. ممكن بقى نستخدم ايه؟ ممكن لو الناس اللي عندها ميزان هتستخدم الميزان، هتبقى تحطي 145 جرام دقيق ذره، و145 جرام دقيق عادي. تمام. المهم انه يبقى فيه تساوي ما بينهم. طبعا لو السماكه بتاعتها طلعت تقيله عن كده هتزودي مثلا معلقه لبن او معلقتين. لو طلعت خفيفه وانت عايزه تزودي بقى دقيق، زي ما هتحطي دقيق ذره هتحطي دقيق عادي عشان تطلع مظبوطه معاكي، وطعمها بصراحه بيبقى وهم. فهنا كده نزلتها في صينيه، دي صينيه تقريبا مقاس 28، تنفع برضو في صينيه 26، هتبقى اعلى معاكي، هتديكي النتيجه ان هي تبقى البتاع بتاعتها يعني الحجم بتاعها اعلى. الصينيه طبعا متبطنه بسمنه ودقيق، دخلتها الفرن على الشبكه يعني فوق البلاطه على طول. وسبتها ما خدتش وقت، يعني تقريبا ما خدتش نص ساعه، واختبرتها بالخله من النص كده لقيتها استوت خلاص. فطلعها بقى اقطعها وبتتقدم بقى مع اي حاجه. بصراحه تحفه ما شاء الله، جميله. لو وصلتي معايا لحد هنا متنسيش تعملي لايك، وتعملي تفعلي زر الجرس، وتعملي كومنت حلو كده. وجربيها بصراحه، من الحاجات الجميله، تنفع في الفطار حلو قوي. يعني بصوا الكثافه بتاعتها، الحجم بتاعها. دي صينيه كمان كبيره، صينيه 28 ومفرغه وطعمها حكايه.